صعب بطل خارق يصمد كتير، يعني ممكن مرة اتنين وبيبقى ضد ناس عادية أو أشرار مش اللي هم أقوى حاجة يعني. لكن اللي هنتكلم عنه النهاردة كان ضد أتقل الأبطال الخارقين. خليني أقدم لك بارت 2 من باتمان هو لافز. فلو بقى بتتفرج علينا لأول مرة متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الحلقات الجاية، وتشير الفيديو مع أصحابك عشان يشوفوه. ومن غير رغي كتير يلا بينا على الفيديو بتاعنا، وده بعد الانترو. راح باتمان هو لافز للدارك مالتيفيرس عشان يجمع أكتر النسخ المجنونة من باتمان، وده لمساعدته في جعل الكون مكان عشوائي تحت إرادتهم. سافر لكل عوالم الفرسان قبل دقايق من محوها من الوجود. ولحد آخر الفيديو لما بقول فرسان بيبقى قصدي نسخ باتمان اللي خضع تحت إرادة باتمان هو لافز. المهم باتمان هو لافز ناشد رغبتهم مش بس في البقاء على الحياة، لا ده ساب علاماتهم الفريدة من الحقيقة والعدالة لعوالم تتجاوز عالمهم. كل باتمان منهم انتهز الفرصة وانتظر لحظتهم للسفر لإيرث زيرو. استدعتهم محكمة البوم اللي هي كورت اوف اولز، اما خلي مجموعته من الرابد روبنز يذبحوا قادة المحكمة، وبعدين اطلق الفرسان على مسقط رأس كل عضو في رابطة العدالة. باتمان هو لافز هاجم سايبورغ في الواتش تاور، وكان بيحاول يوصل له انهم بحاجة لإنقاذ العالم. في النهاية باتمان هو لافز استولى على الواتش تاور وادى لكل فارس مدينة يسيطر عليها. باتمان هو لافز اتولى السيطرة على جوثام، وكان هو المكان اللي هيحقق فيه بارباتوس خططه النهائية. بعدها راح اقتحم أركام أسايلم وحرر أعداء باتمان، وقدم ليهم مجموعة أوراق لعب سحرية مصنوعة من علم المعادن الكونية اللي خلاهم يتلاعبوا بالواقع بالطريقة اللي هم شايفينها. الأشرار دول هم ريدلر، بويسن ايفي، فاير فلاي، بين، مستر فريز، وماد هاتر. وادى كل واحد فيهم جزء من جوثام للتلاعب والسيطرة عليه عشان يحموا الجبل اللي هو أنشأه حديثا في وسط المدينة. وباتمان هو لافز طبعا كان قاعد فوق جبله بيتفرج على المذبحة اللي بتحصل. في النهاية اللي تعاونوا مع بعض التين تايتنز وجرين ايرو ونايت وينج والسوسايد سكواد عشان يشكلوا مقاومة جوثام للقضاء على أشرار باتمان. خلال الصراع ده داميان ابن باتمان مات، بس بروس كان قاعد بيضحك فوق عادي. باتمان هو لافز كان بيتفرج، واللي في نفس الوقت كان الفرسان بيعذبوا الجاستس ليج في جميع أنحاء العالم. بس سايبورغ أفسد المتعة وأنقذ أعضاء الرابطة. وكجزء من خطته لكشف باتمان، واللي هي إنه استولى على أوفر مونيتور اللي لما بيرتبط بالدماغ النجمي لأنتي مونيتور ممكن يدمر الواقع وكل حاجة، المالتيفيرس والدارك مالتيفيرس، وما يسيبش حاجة غير الظلام. ضلمه هتفرق معايا في ايه يا غبي؟ ما هي ضلمه على طول معانا. باتمان بتاع برايم ايرث عرف ان باتمان هو لافز هيتوقع كل حاجة ممكن يفكر فيها، فعمل الغير متوقع واتحد مع الجوكر عشان يفوز في المواجهة النهائية. باتمان برايم ايرث انقذ اوفر مونيتور، واللي في نفس الوقت انهار الكهف على الجوكر وباتمان هو لافز. في جهد مشترك لجميع ابطال العالم تمت هزيمة بارباتوس، وتوقف غزو الاكوان المتعددة المظلمة اللي هي الدارك مالتيفيرس. وباقي الفرسان يا اما اتقبض عليهم يا اما اتقتلوا خلال معاركهم مع الجاستس ليج. ويؤسفني يقول لك بعد كل اللي حصل ده اللي نجي من الموضوع كان باتمان هو لافز، يا اخي ب7 ارواح عامل زي القطه. المهم انه برضه واصل سعيه لتدمير العالم، متحالف مع بيت الفتح اللي هو هاوس اوف كونكويست ضد مجلس الخالدين اللي هم كونسل اوف امورتال. باتمان هو لافز ساعدهم في بدء الحرب العالميه كجزء من دوافع هاوس اوف كونكويست، واللي بقوا شايفين ان البشريه اصبحت ضعيفه. بعد كده بفتره راح للبحث عن ليكس لوثر، واللي كان بيتسلل للشركه بتاعته اللي اسمها ليكس كورب، وسمح لليجن اوف دوم انهم يمسكوه عشان يشارك معاهم معرفته عن المالتيفيرس. ظهر باتمان هو لافز في جوثام ودخل في شراكة تانية مع باتمان تاني من الدارك مالتيفيرس وكان اسمه جريم نايت، اللي عمل على مصل قاتل لإحداث أقصى قدر من الفوضى. كجزء من الخطة بدأوا بمطاردة الجوكر راح لباتمان برايم ايرث لطلب الحماية، ووافق باتمان، بس دي كانت خدعة من الجوكر عشان يقتل نفسه وينشط السم اللي حول باتمان العادي لباتمان هو لافز في العالم بتاعه. راح باتمان هو لافز بتاع الدارك مالتيفيرس باختطاف جوردن واحضاره لمخبأ جريم نايت، وكان عايز يكون شراكة مع جوردن بطريقته اللي مش تمام دي. ما تقلقش هنرجع تاني ونعرف باتمان برايم ايرث حصل له ايه. المهم ان احنا دلوقتي رايحين لواحده من احسن الفايتس، وهي باتمان ضد باتمان. واجه باتمان هو لافز باتمان الحقيقي في سجن بلاك جيت، وعلى الرغم من انهم دخلوا في فايت شديد باتمان هو لافز خدع الحراس لمهاجمه باتمان الحقيقي وهرب هو. قام باتمان هو لافز باعداد اجتماع للتحالف مع كورت اوف اولز اللي هي محكمه البوم، بس رفضوا وقاموا بتشكيل جيشهم من تالونز لمواجهه باتمان هو لافز. راح باتمان هو لافز شغل كل المتفجرات اللي كان زارعها وقال لهم ان الجميل اللي كان عايزه منهم ان كلهم يموتوا.
التقى باتمان هولافس مع باتمان ايرث برايم تاني، واللي كان السم بتاع الجوكر قرب يتمكن منه. باتمان هولافس طبعا ما اعترضش، قال دي مصلحه، نسخه كمان زي تساعدني. بفضل تدخل الفريد وبروس وين من عالم تاني تم انقاذ باتمان ايرث برايم، وتم اخضاع باتمان هولافس وحبسه في زنزانه داخل هول اوف جاستس اللي هي قاعه العداله. قبل ما يقبضوا عليه كان توصل لخطه لاصابه العالم كله بمصل القاتل، وده كان بيتطلب طاقه 6 ابطال مختلفين لبدء العمليه. استهدف باتمان هولافس اعضاء رابطه العداله، واستخدم باترينج مغلف بسم الجوكر لاصابته ل4 ابطال، واللي هم شازام وهوكمان ودوناتروي اللي هي وندر جيرل وبلو بيتل. باتمان هولافس ادى شازام باترينج وامره باستخدامه على سوبرمان. جه سوبرمان وخرج باتمان هولافس من الزنزانه وساله عن هدفه النهائي، فقال له هدفه هو تدمير كل اشكال الحياه في الكون المتعدد. كل دي كانت خدعة من سوبرمان، وكان بيتظاهر بانه اتصاب بالسم عشان يعرف خطته. سوبرمان رجع باتمان هولافس تاني للزنزانة، وراح هو وباتمان الحقيقي للابطال اللي اتصابوا، وكالعادة باتمان هولافس بينجو وطلع من الزنزانة برضه. ليكس لوثر بقى فكر في استعادة الخفاش، مشيرا ان طاقات الاكوان المتعددة المظلمة بتشكل تهديد، واكتشف ان سم الجوكر اصاب 666 بطل خارق. راح لوثر مجمع فريق من الاشرار لمواجهة الابطال المصابين، وكالعادة بينتصر باتمان هولافس. هنروح دلوقتي لحتة تانية وقد تكون غريبة شوية، وهي اخيرا يعني مقتل باتمان هولافس، وده كان على ايد وندر وومن. الفكرة ان بعد ما جمع قواته لمحاربة رابطة العدالة، وندر وومن قتلته. طبعا باتمان هولافس كان عنده خطة لحاجة زي كده، بعد ما كان قابل بروس وين من كون تاني وقام ببناء مولد حقل جوهري، وحبس بروس في الجهاز واداله قوة دكتور مانهاتن. لو ما تعرفش مين هو دكتور مانهاتن فاحنا عملنا عنه حلقة، هسيب لك اللينك بتاعها عشان لو عايز تتفرج عليها في الاي اللي فوق على اليمين او على الشمال على حسب انت عامل اليوتيوب عربي او انجليزي. نرجع تاني لموضوعنا. بعد ما قدر يكون نفسه سحبوا باتمان هولافس قبل ما يكتسب القوة المطلقة، وحبسه بعيد وبلغ بقية فرسان الظلام بموقعه. نظرا لبقاء دماغ باتمان هولافس سليمة، فرسان الظلام استعادوها وزرعوها في دماغ بروس وين المحبوس. باتمان هولافس خد فترة عشان يتكيف مع الجسم الجديد، وبعدها قام تاني عادي. في الفترة دي بقى كان شايف ان الفرسان ملهمش لازمة، فقتلهم كلهم وساب روبن واحد بس عايش واعلنه كينج روبن، وغير شكله بعد كده لكائن من الظلام النقي، واعاد تسميته لذا داركست نايت. بعد كده راح يطارد والي ويست عشان يسرق قوته، وفي الوقت ده رابطة العدالة حطوا والي ويست على كرسي موبيوس عشان يحولوا الطاقة، بس الكرسي كان ملعوب فيه عشان يرسل الطاقة لذا داركست نايت. بقى معاه كل اللي محتاجه لإعادة تشكيل الكون المتعدد لصورته الخاصة. بعد كده سافر لباربيتشوا وقال لها انه عايز يقتلها، حبسته بس كان قادر انه يخرج من السجن ده، وقتلها عن طريق عزلها داخل اجزاء من جدار المصدر. وبعدين استدعى العديد من اتباعه لقتل الاحياء والاموات اللي تم احضارهم لمحاربته. وهو بيكشف انتصاره لقى نسخة ذهبية من وندر وومن. الاتنين دخلوا فايت عبر الزمان والمكان، وطلب منها تنضم ليه والا هيسيب ذا هاندس يمحو الكون. ديانا ما سابتوش ونزلت في ايد ضرب. ذا داركست نايت بقى خايف من طاقة ديانا اللي مكتشفة حديثا، وكان بيتوسل انها تنضم له، ورموه في الشمس مما ادى الى مقتله. بس كده، دي كانت كل حاجة اقدر اقولها لك عن باتمان هولافس. لو عايز اي توضيح تقدر تقول لنا في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، لان ده هيشجعنا جدا ان نكمل وعشان تشوف الحلقات الجاية برضه. والقاك يا صديقي في فيديو جديد.